عمارة رشدي، العمارة اللي مسكونة بالجن والأشباح والعفاريت واللي حصل فيها كوارث حقيقية. عمارة رشدي دي اتبنت سنة 1961، واللي بناها كان واحد خواجة يوناني اسمه برديس، وبعد ما بناها جاب زوجته وأولاده الخمسة عشان يعيشوا فيها، وما يمرش أسبوع على سكنهم ويطلع رحلة صيد هو وولاده، ولكن محدش فيهم يرجع والمركب تغرق ومات كل اللي فيها سواء هو أو ولاده. واضطرت مراته إن هي تبيع الشقة وترجع تاني بلدها، واللي اشترى الشقة في الوقت دون كان واحد اسمه محسن بيك، وكان تاجر أخشاب شهيرة في هذا الوقت، واللي قرر إن هو ياخد العمارة يأجر شققها ويعيش في واحدة منهم. وفي عائلة اسمها عائلة السيد ظريف استأجرت الشقة بالدور الأرض، ولكن بعد يومين بالظبط من استئجاره للشقة حصل فيها حريق ودمرت الشقة بالكامل ومات السيد ظريف، فعيلته سابت الشقة وأغلقتها ومشيوا من المكان على طول. واللي استأجر الدور التاني كان دكتور، وكان بيجهز الشقة وبيحط فيها معداته، لكن قبل ما يكمل معداته فيها وقع على الأرض طب ساكت مات. أما الدور التالت استأجرته شركة أجنبية، وما تمرش أيام والشركة دي تخسر خسائر فادحة، والشركة فلست، وكان صاحبها كان معرض للحبس في أي لحظة، وحاول إن هو يستلف الديون اللي عليه عشان يسدد اللي كان عليه، لكن قبل ما يتحبس انتحر في نفس الشقة اللي هو كان موجود فيها. من ساعتها مفيش أي حد بيجي عشان يتأجر المنزل إلا عام 1990. كان الساكن الجديد شاب وكان مقبل على الزواج، فجاب النقاشين عشان يجهزوا الشقة، وكانت العمال وهي شغالة كانت بتسمع أصوات غريبة خارجة من صوت الحمام. والأغرب إنهم بعد ما خلصوا تشطيب الشقة فجه العريس عشان يستلم الشقة فوجد بقع حمراء على الحيط، ولكنه مهتمش لأن الفرح كان فاضله ساعات. وبعد منتصف الليل دخل العريس هو وعروسته الشقة، وبعد دقايق معدودة وجدوا العريس والعروسة في الشارع مرميين ومغمى عليهم، فتجمعوا الناس عليهم وسطروهم، والشاب قال لهم أنا هحكي لكم اللي أنا شفته، حاجة لا يستوعبها بشر. فالعريس بيحكي بيقول لهم أنا بعد ما دخلت الشقة أنا وعروستي دخلت الحمام عشان آخد حمام، فبفتح الحنفية لقيت المية حمرا ودم كان نازل من الحنفية. أول ما شفت منظر الدم نازل من الحنفية أصابني الرعب جدا، وزوجتي كانت بتصرخ، فخرجت جري بسرعة عشان أشوف في إيه. لقيت قطة على السرير سودة واقفة بحجم الكلب، كانت القطة بتصرخ قدامنا بصوت مرعب وغريب، وفي لحظة اختفت. ثم شفنا القطة طايرة في الهواء، ومن بعدها النار حرقت المكان، فخرجنا جري مسرعين من الأوضة إلى الصالة، لقينا سيدة واقفة بدون رأس، كانت السيدة تضحك ودماغها كانت موجودة جنبها، وكان بيصدر صوت من دماغها. من شدة الرعب اللي شافته زوجتي اغمى عليها في الحال. حاولت ان انا اشيل زوجتي عشان اخدها واخرج بيها من الشقة، ولكن لم اجد باب الشقة، فرأيت رجلا اسود بطول الباب وانيابه مكشرة وعينيه بتطق شرار من مكانها، وفتح بقه وكان يريد ان يبتلعنا، فصرخت صرخة لقيت نفسي مرمي في الارض انا ومراتي في الشارع. وقال احد الشيوخ انه دخل العمارة وملقاش السلم نهائي فقد اختفى من مكانه، وناس اخرى دخلت العمارة ولقت السلم بس ما كانتش بتشوف بيبان الشقق خالص. ويقول واحد من اللي كانوا موجودين ان العمارة دي اتبنت على ارض كانت مدافن مجهولة، وبيقول ان الناس اللي ماتت في المدافن ماتت في حوادث قتل وغامضة جدا، مما خلى روحهم معذبة وبيأذوا كل من يسكن العمارة او يقرب من ارضهم.
وكان في شهود عيان من بعض الناس شاهدوا ما رأوه في العمارة. ويقول الأستاذ علي حسن إني كنت ماشي بجوار العمارة بسيارتي أنا وأهلي، لأن أنا بسكن جنب العمارة دي على طول. أنا ماشي شاهدت تجمع للناس، فنزلت عشان أتفحص إيه الوضع اللي موجود. لما نزلت بسيارتي لقيت راجل ومراته ملفوفين بستاير وأساسهم كان مرمي جنبهم، وكان الأمر غريب بالنسبة لي. وذهبت لمنزلي وحكيت لأهلي اللي أنا شفته بالظبط وبكل التفاصيل اللي أنا شفتها، وقلت لهم إني شفت الناس اترمت في الشارع وأساسهم مرمي من عمارة رشدي. ومن يومها سكنها الرعب ومفيش أي حد بيسكن العمارة خالص. شخص بيقول إن بعد ما أنا سمعت اللي حدث في العمارة حبيت إن أنا أعرف إيه اللي بيحصل دوت، لأني أنا ساكن في العمارة اللي في وشها. فحاولت ان انا ابص كده على العمارة بالليل عشان اشوف ايه اللي بيحصل وايه الاصوات اللي احنا بنسمعها. فاكتشف ان الشمس بتسطع على جميع العماير الا العمارة دي الشمس ما بتروح لهاش خالص. انا ببص من البلكونة بتاعتي للعمارة اكنها ظلام كاحل. كنت بشوف ظلام كاحل في العمارة دي في عز الظهر، وتحس انها كانت حاجة مدفونة ومرعبة. فحسيت احساس غريب ومرعب، مما ادى اني قفلت البلكونة ودخلت على الفور. وجميع الناس اللي كانت ساكنة جنبها اتضررت من العمارة دي، لان في ناس لديهم اطفال. وفي يوم سمعت صوت صراخ طفلة كأنها شافت شيء مرعب، فرحت للمنزل بتاع الطفلة عشان اعرف ايه اللي حصل، ولقيت الاب مذعور جدا. ولما سألت ابو الطفلة قلت له مالك ايه اللي حصل، رد عليا وقال لي ان انا كنت قاعد في غرفتي انا وزوجتي، وزوجتي كانت بتعمل الاكل والطفلة الصغيرة كانت بتلعب في المنزل، فسمعنا صوت صراخها مرة واحدة. ولما جريت عشان اشوف طفلتي ايه اللي حصل لها وكانت بتصرخ ليه، لقيتها بتشاور على مكان. فلما شاورت على المكان بصيت ما لقيتش حاجة، فكنت عايز اعرف ايه اللي حصل للبنت. فحاولت ان انا اخد الطفلة وهديها عشان خاطر ان احنا نعرف منها بالظبط ايه اللي حصل. فالطفلة بتقول ان هي كانت قاعدة بتلعب وفجأة لقت حاجة سودة كبيرة قدامها، كانت عايزة تمسك بيها وكان شكلها مخيف جدا وعينيها حمرة. ولما صرخت البنت الحاجة دي اختفت. ولما البنت حكت الموضوع دون انا ما كنتش متفاجئ، لان عارف ان اللي حصل ده ظهر من شقة رشدي، وان معظم الجيران اللي ساكنين جنب عمارة رشدي بيشوفوا الحاجات دي وبيسمعوها، ومعظم الناس اللي مجاورين للشقة بيتأذوا منها. فحاولنا نهدي الطفلة ونقول لها اللي انت شفتيه دون مش مجرد حقيقة، ده كان مجرد خيالات. وساكن اخر بيقول ان انا بشغل قرآن على طول في شقتي ومش بقطعه خالص، لان كنت بشوف خيالات وحاجات غريبة في شقتي. وكان في شهود عيان، وكانت زوجة حارس العقار، وقالت ان احنا لما استلمنا العقار دون عشان نشتغل فيه ما كناش نعرف عنه اي حاجة. وفي يوم من الايام كان في الشتاء كنت بقشر بطاطس عشان خاطر اعمل اكل لجوزي، وبعد ما انتهيت من تقشير البطاطس فاخدت القشر عشان ارميه في احد البلاعات اللي كانت موجودة جنب العمارة. ولكن لما فتحت البلاعة شفت صدمة عمري ما شفتها في حياتي، وكانت اول مرة اشوف الحاجة دي. لقيت راس سيدة موجودة في المصرف وكانت عمالة تتكلم معايا بكلام غريب ومش مفهوم. فمن شدة الخوف صرخت ورميت اللي في ايدي ورجعت جري. وقالت ان بعد كده اتعودنا على الحاجات دي، واتعودنا ان احنا نسمع اصوات صريخ وحاجات زي كده، لدرجة ان في ناس من الدول الاخرى بتيجي عشان تشوف العمارة دي وبقت مزار سياحي. فجاء احد الشيوخ وقال كل اللي انتوا بتقولوه ده كذب، واللي انتوا بتدعوه دون كله كذب في كذب، وانا هثبت لكم ان انتوا اللي بتقولوه كذب، ان انا هسكن في العقار دون. وبالفعل الشيخ جاب اساسه وسكن في العقار، قعد في العقار لمدة اسبوع كان بيقرأ قرآن
القرآن وكان بيعيش حياته الطبيعية، مما أدى إلى الناس إنه هو كان على صواب. لكن سرعان ما تبدل الوضع، وفي اليوم السابع وجدوا الشيخ مرمي في الشارع وأساسه جنبه متكسر. بدأ على وش الشيخ علامات الفزع والرعب وأكنه في عالم آخر، وقبل ما ينطق بأي كلمة جات له سكتة قلبية ومات على الفور. في أحد الأيام جه ظابط وقال لهم أنا لا أؤمن بالأشباح ولا الجن وهثبت لكم إن انتوا غلط. وبالفعل الظابط طلع للعقار ونام فيه يوم كامل. لكن في اليوم التالي لقينا الظابط بيصرخ ويهزي بكلمات غريبة ومش مفهومة، وقعد يجري في الشارع وفقد عقله وصوابه. ولغاية اللحظة دي محدش يعرف عنه أي حاجة. واللي قامت قوات الأمن بعد ما عرفت الحكاية بقفل العقار نهائيا، وقفلت جميع مداخل العقار خالص عشان محدش يقدر يدخله تاني. ففي ناس قالت إن صاحب البيت استعان بساحر سوداني عشان خاطر محدش يقرب منه، وناس أخرى قالت لأ ده ساحر مغربي عمل سحر على العمارة وخلى قبائل الجن تسكنها. ولغاية النهاردة محدش عارف ايه السر في اللي بيحصل في عمارة رشدي، وهتفضل عمارة رشدي لغز وسر لكل من حاول معرفته. والعمارة دي تسوى ملايين ولكنها مهجورة، وظلت مصدر حكاوي كتير لأهل اسكندرية. والناس قالت إن صاحب العمارة دي مات على طول بعد ما بناها، وإن بعد ما مات اختلف الورثة عليهم وبينهم مشاكل لغاية النهاردة. وبكده تكون خلصت حلقتنا عن عمارة رشدي، عمارة الرعب والحكايات في اسكندرية. لو انت بقى وصلت معانا لغاية هنا انزل يا جميل بقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واوعى تنسى اللايك الجامد بتاعك. تحياتي ليكم، حكايات محمد.